يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم. أنا أم منذر، واليوم رح نعمل مع بعض اللبن المدعبلة بطريقة كتير بسيطة وسهلة. عندي هون 4 كيلو من اللبن، يعني كل سطل فيه تقريبا كيلين من اللبن. هلأ هذا بدي أضيف عليه الملح طبعا نحن هلأ هذا كبداية بنحط هلأ معلقة لكل سطل، لأنه هذا نحن بدنا نصفيه، فرح ينزل قسم من الملح مع المي. فرح نحط هلأ لكل سطل نحط له معلقة واحدة، ونقلبه هيك شوي حتى ينخلط كل الملح مع اللبن. انا هون مستخدمة هذا اللبن، لبن الجاموس، وشايفين كيف هو شوي يعني تقيل، مانو كتير سائل. وفيكم تستخدموا لبن البقر او لبن الغنم او لبن الماعز، او تخلطوا بين نوعين من الالبان، يعني كمان بيصير اي انواع انتم بتفضلوها فيكم تسووها. عندي هون جبت مصفاية، حطيتها على طاسة كمان، وحطيت بالمصفاية قماشة لحتى أصفي اللبن. إذا عندكم أنتو هذا الكيس، يعني القماشة على شكل كيس، فيكم تفضوها، تفضوا اللبن كله بالكيس وتربطوه وتعلقوه، بصير يصفي على مهله. أنا بلاقي هاي الطريقة كمان كتير ظريفة، لأنه بدي أحط عليها تقل، فبلاقي هاي الطريقة أفضل. بنزل هلأ كامل الكمية من اللبن. مثل ما قلت لكم فيكم تحطوا أكتر من نوع، يعني بصير. طبعا المي أنا اللي بدها تطلع عندي أقل من المي اللي بدها، إذا كان اللبن سائل شوي. هلا هي انا بعد ما بدي غطيها واتركها لحتى تمصي المي اللي فيها، حسب نوع اللبن اللي عندكم. يعني اذا كان اللبن لقيتوه انتوا عندكم سائل كتير، ممكن يضل عندكم مثلا اسبوع لحتى يصفى على الاخير. انا هون رح خليها هلا لحتى الاقي انه ما عاد نزل منها مي نهائيا، وقتها بدي بلش كورها. هون بعد ما غطيتها رجعت هيك بهالشكل هذا. طبعا انا هون حفظتها بالبراد، لانه هلا الدنيا كتير حارة، فحتى ما تحمض زيادة. وحطيت عليها شوي تقل، يعني هلا ما حطيت تقل كتير كبير، لانه حتى ما تطلع اللبنة من الفتحات تبع المصفاية. هلا بعد تقريبا شي 4 أيام أنا عندي صارت لقيت إنه ما عاد نزل منها مي كتير. رح أرجيكم هلا صافيان شوي من المي. طبعا أنا كنت بهاي الفترة بهال4 أيام كل يوم طالعة بقلبها شوي، يعني بحاول إنه مثلا الطبقة اللي تحت بتكون نشفت، فبعملها بهالشكل هذا مثل ما واضح بالفيديو، لحتى اللي بيكونوا بالنص بعدهم طرايا يرجعوا يتصفوا منيح. وبرجع بغطيها وبرجع بحط عليها التقل، ممكن زيد التقل شوي لحتى ما الاقي ابدا ولا نقطة مي. شايفين هلا هون انا مصفيا عندي غير هالشوية من المي، ما عاد نزل منها، بس انا جمعتهم لحتى ارجيكم. هلا هو بيكون لونه ما الا صفار شوي مصل اللبن، بس انا على الاضاءة طالع عندي هيك على اصفر، بس هو ما بيكون بهالصفار هذا كله، بس بيكون هيك مائل شوي للصفار، المصل اللي بيطلع من اللبن. هلا هاي انا بدي كورها. بتكون هي لسه ما نشفت تماما، فلهيك انا رح احط كمان قماشة واعملهم كرات. فيكم تعملون كرات اصغر من هيك، في البعض بحب يعملها كرات ناعمة صغيرة، انا بعملهم بهالحجم هذا. وبصفهم كمان على قماشة، وبدي اخليهم كمان هون يوم او يومين لحتى كمان ينشفوا. كمان فيكم تحطوهم بالبراد، يعني البراد هو كمان بيساعد على التنشيف. اذا بدكم تحطوهم برا مثلا، هلا فيكم تغطون بشي هيك قماش شفاف، وبتتركون لحتى ينشفوا. كمان كنت اقلبهم بهي الفترة، يعني تاني يوم كنت ارجع مثلا نحط اللي بيكون ملامس القماش، ارجع اقلبه للجهة الثانية لحتى ينشفوا تماما. هلا تاني يوم جبتهم انا، كمان بدي ارجع. اللي بيحب يضيف هاي الاضافات فيكم تعملوه مثل ما هي هيك، تركوها ساده، او تحطوا لها اضافات مثل ما انا رح اعمل. انا هون رح اعملكم بس كرتين من كل نوع حسب ما بدكم انتو. هون مجهزه عندي شوي من الفليفله الحمراء، يلي بحبها تكون شوي حده ممكن يضيف شوي صغيره كمان، يخلط معها شوي من الحد او الحار يعني. وبكورون وبحطهم هيك بهالشكل هذا لحتى يلزق عليهم يعني منيح. وكمان نفس الشي جايبة شوية من الزعتر الأخضر، كمان نفس الشي اليابس يعني، كمان بغمسها فيهم وبحطهم وبتركهم. هلا كمان إذا لا أتأكد إنه شربوا، يعني إنه انتهت ما عاد فيها مي، بتأكد منها. شايفين كيف؟ هي انا تركتهم كمان يوم تاني لحتى شايفين ما عاد لزق شي على ايدي، ما عاد حسيت انه في شي يعني على ايدي عم بلزق. وكمان هدول امتصت اللبنة الزعتر والفليفلة ولزقت عليها بشكل منيح. بالنسبة للحفظ، جبت هون القطرميز اللي بدي احط فيه اللبنة، حطيت فيه شوي من الزيت حتى ما وقت ينزلهم
يعني أول شيء إذا كان كتير معبيته زيت راح تلاقيه طف دغري مباشرة. وحتى ما يلزقوا بسفل القطرميزة بحط شوي من الزيت وبحط كمية وبرجع بعبيه، يعني كل شوي برجع بعبيه شوي من الزيت لحتى اغمرهم تماما، يعني لازم ينغمروا تماما. بس لازم تتأكدوا قبل ما تحطوهم بالزيت انه يكونوا نشفوا منيح، ما عاد فيهم يعني وقت تمسكون بايدكم ما عاد يلزق شيء على ايدكم. آه بس بدي لكم ملاحظة صغيرة، انه هذه اللبنة اللي نحن حطينا عليها زعتر ولا فليفلة هي ما صار اسمها شنجليش. يعني احيانا انا بشوف فيديوهات على اليوتيوب بيعملوا هاي اللبنة وبيقولوا انه هذا شنجليش. لا، هذا مو شنجليش، هاي لبنة مدعبلة. الشنجليش بيصير من فرط اللبن. طعمتها بتاخد العقل كتير كتير طيبة. رح تعجبكم كتير. بتمنى يكون عجبكم فيديو اليوم. إذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.